سلامات يا حبايب، معاكم طارق واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو تبعنا كان منتظر، في كتير ناس كتبت لي انه ناطرين تنزل عن هذا العمل او عن هذا الفيديو، خلينا نحكي. واللي هو انا صراحة من احد الاشياء اللي كنت حاطة بقائمة الاولويات تبعي اني لازم اسجلها وننزلها، ولكن شرحت لكم بالفيديو السابق الظروف الى اخره، ما في داعي نفوت بالتفاصيل اكثر. اليوم هو الفاينل بالباتل، ذا رينج باتل عندنا اللي صار بالشام. اكيد شفت الباتل، بس حابب اني اشوفه معاكم مره تانية، نعطي ارائنا، نسمع، نشوف شو الترتيب، شو السوالف، شو الشغلات. اكيد الواحد لما يسمع الشغله مره تانية بتوضح عليه امور اكثر والى اخره. لا تنسوا تدعموا ذا رينج يا حبايب، ذا رينج باتل. لا تنسوا تدعموا هاي القناه، لا تنسوا تدعموا الباتل اللي عم يصير عندنا، لانه هذا الشيء بيقوي المشهد بسوريا. هذا الشيء اللي عم يصير اللي بيقوي لك الرابرز بسوريا، واللي بيطلع لك الرابرز اللي الأضواء غير مسلطة عليهم، وبيورجيك المواهب الموجودة، واللي بيعطي فرص وبيفتح أبواب أمام السبونسرز وإلى آخره. فدعمك لهذا الموضوع كتير مهم. يعني دعمك لهذا الموضوع يعتبر كدعمك لأي رابر أنت بتحبه. يعني أنت مثلا بتحب الرابر الفلاني وبتدعمه وبتشير أغانيه وإلى آخره، دعمك لهي الباتل اللي عم تصير يعتبر بمثابة دعمك للرابر تبعك، لأنه هذا الشيء اللي عم يصير بيصعد المشهد كلياته، مو بس شخص واحد. فحبايب القلب لا تنسوا ذا رينج باتل من الدعم تبعكم. الرابط تبع الفيديو ومع قناتهم راح اتركه بوصف الفيديو. روحوا هنيك ولا تقصروا يا حبايب. خلينا ننتقل على السريع على الفيديو ونشوف. مرحبا، مبروك علينا كلياتنا تواجدنا اليوم بالنهائي. هي مو مجرد باتل، هاد مو مجرد تحدي، وهي مو مجرد بس مباراة نهائية نلعبها ونروح على فاوندر وسي او هذا الاخطر. المستقبل. نحن عم نبني شي كنا نحلم فيه من زمان، كنا نرسم له قبل ما ننام، كنا نحاكي حالنا انه كيف ممكن يكون شكل الباتل بسوريا اذا لعبت عن جد، اذا صار في تنظيم، اذا صار في مجرد فكرة. فنحن حاليا عم نعيش هذا الحاضر ونبني المستقبل للأجيال والعالم اللي بدها تجي من بعدنا، وتأسس على هذا الشيء اللي نحن اليوم عم تشتغله، تتفادى هاي الأخطاء كلياتنا اللي نحن ارتكبناها وممكن نرتكبها بالمستقبل، وتطلع بشيء أفضل بكتير، تطلع بشيء العالم تقتدى فيه وتشوفه كمثال أعلى. بالنسبة لسليمان والعسكر، الجولة الأولى كانت جولة كتير جيدة بصراحة. نحكي الليريكس، البانش لاينز، الشغل بشكل عام، الجو العام كان جميل جدا. بالنسبة للمباراة النهائية، كان الصوت بس من اليسار كأنه، ولا بس عندي أنا ما بعرف. مهم النهائي بين عسكر وسليمان. سليمان عسكر وسليمان الفاينل. هي عم يورجوكم التحضيرات، ومثل ما حكى لكم شغله كنا مستنينا صراحه، وكان بدنا اياها انه تصير. لحتى تشوفوا هاي التحضيرات فيكم تفوتوا على الفيديو وتشوفوها. خليني راح انتقل دغري، انا على الباتل. حضور بالمشاركين. لولاكم ما في شيء اسمه سين. عسكر، سليمان طلعوا بالفاينل راوند، ريدر معهم كمان. انا واثق من هذا الشيء. بدي اتشكر كل حدا ساهم، لو بستوري، لو نشر كلمه عننا وعن الشيء اللي عم نعمله من قلب سوريا، من قلب دمشق، المكان اللي بحياته ممكن ما صار فيه باتل. بدي اتشكر كل الناس. هلا صراحة كان في باتل، مو بحياته ما صار في باتل، بس كان في باتل مو هيك يعني انه انا ذكرت من زمان كتير، هذا الحكي قديم كان بساحة عرنوس يتجمعوا شباب يعملوا باتل كذا الى اخره، بس مو بهي، ما في تصوير وبهيك تنظيم والى اخره. خلص شباب تتجمع يعملوا فري ستايل، حتى مو شيء مكتوب او كذا، فري ستايل، حدا يشغل بيت مثلا او هيك بس حكي فري ستايل يعني. بس اول باتل منظم، خليني احكي. اللي ساهمت بتبرعات وبغير تبرعات، الكلمة الطيبة أهم من التبرعات اليوم. شاوت أوت للي ضلوا بالبلد وعم يعملوا شيء من قلب البلد. شاوت أوت للي عم يحافظوا على ثقافة الهيب هوب بقلب سوريا، واللي رح ترجع بيوما ما ورح نعليها وكلياتنا. وانتو الحضور قبل الباتلر وقبل نحن كتنظيم. ايه نعم، صدق. كل واحد عم يحيي ثقافة الهيب هوب والراب بسوريا، فتحية لإله.
ولكن ايضا تحية للناس يلي برا ويلي ساهموا بانه يقووا المشهد بطريقة معينة، ايضا اللي خلقوا الفرصة انه يقدروا الناس اللي بقلب البلد كمان تنفتح عليهم الأضواء بشكل أو بطريقة معينة. كل العالم ساهمت، اللي برا واللي جوا واللي آخره، ولكن اللي قدم فن جوات البلد رغم الظروف الصعبة. ما من زمان كنا بنعرف لا فيك تصور ولا فيك تسجل ولا فيك تعمل شيء، وإذا بتحكي كلمة برات الطريق 50 واحد بيسألك شو هي وليش وكذا وخدني وجيتك. فاللي بقلب البلد أكيد حتما عانوا كتير، وتحية كتير كبيرة إلهم. وصراحة أقوياء جدا، صراحة أقوياء جدا، المعروفين والغير معروفين. شوت اوت لكل مقاتل حر. عسكر سليمان طرة نقش طرة سليمان بس كونوا جاهزين. بس طرة نقش اللي بيختار شلون؟ طرة نقش اللي بيخسر ببلش، يعني هيك يلعبوها هي بالعادة. طرة نقش اللي بيفوز بنقي مين ببلش أول. نلعب 3 راوندات، 3 راوندات ما فيهم مزح ابدا. هي فاينل راوند. تذكر يا سليمان، تذكر يا عسكر شو حكيت لكم. بس كون جاهز. يلا شيب يلا الك. يلا روح. سكوتي هيبه، ما اعطي وهره للحضور. اللي هيبه بالمكان بدك تنتبه يا مجند، لاني مفخخ لك بين السطور. انت لحمك جيفه تالف ما بتلفت نسور، كل ما حاول ازرع فيك ارضك فاشله بور. انا مستبصر نور لك جامع في كل شي فيني، تفضل زور بركان والكل مراهن عليه ناطر يثور. انا رجال بهاللعبه بينما انتم ذكور. شوف انت ما بتعرف ليش هالناس مجتمع هون. هذا معسكر تدريبي ليحسن من ادائك صديقي. هون انا قائد كاتب ربان السفينه ضوء المناره، بدافع عنكم بتغدروني كانكم الرعيان سميني تشي جيفارا. انت عم تواجه دوله بدك تشتكي لربك او لشي موظف سفاره. شلح التوب الساحل بلبس هون قاسيون بالحالتين جبل، شايفكم تحت شويه حشام. حلو هذا البار حلو كتير. خليك مع صف رفقاتك، اوعك تحيد فضولك يقتلك تفوت لهالمغاره، لاني وقتها بسحبك لعتمتي ورفقاتك يكملوا الطريق يوصلوا يقولوا سيدي فقدنا عنصر يا خساره. شوف لعيب. سلاح بايدك انا، وانت هلا محاصر يمينك وسلاحك، يمينك ويسارك، وانت فقدت الامل بس ما رح تسلم حالك لانه عندك عزه نفس، فما رح تسلم حالك، رح تقرر تحط رصاصه ببيت النار تطق دماغك، هيك بتكون قتلت حالك فيني. بنكتب على الشاهد مات بالذي ظن انه يحميه، الحق مو عليك على رفقاتك كان واجب عليهم التنويه، انك جاي ضد انسان بحارب دون ما يخسر، بحارب دون ما يتعب، وقت الصعوبه جاهز للتشويه. اخترقتك قابل للتشويش. حلو. سمعت انك بتحب الببجي، هي نسخه بلا تحديث، هون ما في برج استدعاء حدا يجيبك بعد التفنيش. اوه حلو. بببجي القديمة تفنشت خلص انتهى امرك. بالنسخة الجديدة على حسب ما اتوقع، انه صار لي زمان ما لعبت يعني، في برج استدعاء، حتى لما تتفنش بيجيبوا كرتك وبيرجعوا بيستدعوك بينزلوا فامي. الا هون النسخة قديمة بلا تحديث، اذا تفنشت ما في برج حدا يرجعك. كونك عسكر انت ما تعلمت منضم او كيف توقف استعداد قدام الرتب الاعلى، بس نطلع من هون بهديك الباتل يكون ثنائك الاغلى. انا من النوع اللي بسمع الناس شو بتحكي قديشني قوي بالخفا، مو مثلك تتحمس لاي حدا بيصفق لك. اكرم عينك الشم مشغول، انا ما عاد اخذك ولا اجيبك، اليوم نعطيك اجازه، بده واسطه اكتب له السبب جنازه. انت بس وقت الحرب بيعبوا براسك، وقت السلم مالك عازه، واذا بدك نقاهه تكرم. هلا وقت الحرب بيعبوا براسك، وقت السلم مالك عازة، مو اسمه عسكر يعني. وقت الحرب بيطنبروك وبيعبوا راسك شعارات، وقت السلم خلص روح عود مالك عازة. قوية. فشل حالي هون اكتب له بتقريره مصاب بالمواهب. شو البار؟ بدك نقاهه تكرم، هلا بفجر حالي هون اكتب له بتقريره مصاب بالمواهب. اوه بدك نقاهة تكرم، هلا بفجر حالي هون بكتب له تقرير مصاب بالمواهب. والله قوي قوي. عسكر جاهز؟ جاهز. راوند 1 جو. راوند اول من سليمان قوي جدا قوي جدا، وبارات قوية مليئة بالمعاني، مو بارات فاضية. بالنسبة للببجي أنا كنت ألعبها على الواقع، وأكبر إثبات لما كنت حامل سلاح وعنك عم دافع. شكلك ما كنت بتعرفني بهديك الأيام، بتعرف ليش؟ ما كنت أعرف غير رجال لأنه هي ارتجال هي. اسمح، انظر يا صديقي لهذه العيون وأخبرني، هل تراها تنظر إليك بخوف؟ انظر وتأمل،
إنها تطلق نيرانا تلتهب الحضور. في هذه العيون تعب السنين وطموح يتباهى بين السطور، وفي قلبي ذخيرة تكفيني لخوض الحروب وما أنت إلا خيال. وفي أناملي أطلق كلماتي سلاحي قلمي أضرب ولا أبالي بمن تكون. أنت أمامي خصمي والحرب معاركي، وإن كسبت معركة لن تكسب الحرب أمامي. سأحارب حتى يجف قلمي، وإن جف قلمي سأكتب بدمائي. صوتي هو رايتي وطموحي هو درعي وقضيتي هي انتصاري. لا تحاول كسري، كل شيء في داخل فولادي مصنوع من قساوة أقداري. هنا وحش ضاري، لا تراهن على خسارته، ستزداد خسارة من الرهان. لا تكفيك جرأتك وحدها أن تغلب قائد الفرسان. مرحبا بك فأنا حتفك، وها أنت تلقاني فان أنت فاني. كيف لها أكواخ القش أن تصمد في وجه الطوفان. حلو. أنا حتفك وها أنت تلقاني. بتمنى اللي حكيته يكون عجبك، لانه اذا عجبك انا متاكد انه منه رح تستفيد، ورح تبطل تهبط بالتشابيه، وحتتعلم شغلات كثيره اذا حابب رابر تصير او لا تصير او ما حتصير. اذا ما في ابتكار وتطور الزمن ما حيفيد. سليمان العمر ما بيرحم. انت عامل شيء لبعد ال40. مستقبل اولادك بهي الدنيا ولا ابنك مثلك حيعيش تهميش عفوتات وبقايا الناجحين مثل ما بيعملوا بنعمل وما في اي تجديد. قوم اسعى، اصحى بكير، اشتغل اي شيء، الشغل ما بيعيب. بكره بتندم بوقت الندم ما حينفعك. بكره بتندم بوقت الندم ما حينفعك. انه يعني لا تكمل باقي عمرك مذلول. فهمني امتى رح تفلح اذا بشبابك ما قدرت تكون. لا ترمي الفشل على اولادك، لانه ياما طلعوا ناجحين من السجون من رحم المعاناه. ابطال، وانت اذا بتعاني شوي رح تموت. عم تغلي وتفوق، كونك بتحب الجوائز عم تدعي يا رب يربحوك. بس لحتى تربح لازم تبذل مجهود، لانه هون ما في واسطات، بيتخذ مجراه القانون. حلو. شيل اللي ما بيحسب ما بيسلم. وانت فايت فوتة غشيم عم يحلم. انه ما عم نفهم كيف عم تبني مسيرتك ولهلا تراك واحد ما عندك. هات سمعني اشرح. هلا بقول لك الوضع مو مساعد، مو حجه مقنعه. هات قول الحقيقه، قول انك مالك مستعد تروح تدفع لتسجل تراك اذا مالك ضامن يزيدوا متابعينك. عفرينا مثل البهيمه اللي خاتمينا، واضح مثل عين الشمس. حاجه تخبى ورا شيء، حاجه تخبى ورا حاجه تخبى ورا المثاليه حيلك عارفينها. طيب حلو. راوند اول حلو من الاثنين. خليني اعطي راي سريع على الراوند الاول. راي سريع يا حبايب. حلو مشان ما نطول كثير. الراوند الاول انا بنظري كان سليمان كلماته متماسكه اكثر، تشبيهه اقوى، بهاراته مليئه بالمعاني اكثر. حسيت العسكر بهاراته حلوه كمان اكيد، ولكن ما كانت بنفس القوه تبع بهارات سليمان. كان سليمان مثل ما قلت لكم بالتعبير اقوى يعني. ولكن العسكر كان هجومه اجريسيف اكثر، هجومه قوي اكثر ببارات، يعني بالبانشات تبعيته كانت اجريسيف اكثر على سليمان. ولكن سليمان اذا بدنا نعتبرها جوله تمهيديه واللي هي الجوله الاولى، فهو يعمل الاتموسفير المناسب لحتى يبلش هلا بالراوند الثاني. هلا اذا بدنا نحكي اداء امام المتابعين او الاداء بالساحه او الاداء بالباتل، شيلك عن الكلمات والكذا، الاداء، فالعسكر لق، سليمان ما لق، فهي كمان نقطه لسليمان. ولكن خلينا نشوف الراوند الثاني. راوند 2 سليمان. طبيعي تسمع اي شيء عني، كبردانك بيخليك تسمع احاديث لشهر. انا صاحي لو عيوني مغمضه انت بتتبع. طبيعي تسمع اي شيء عني، كبردانك بيخليك تسمع شو؟ اي شيء لشهر. يعني كبردانك بيخليك تسمع احاديث لشهر. كبردانك بيخليك تسمع احاديث لشهر. انا صاحي لو عيوني مغمضه انت بتتبهدل ليش بتنام من الظهر. فتت من الباب طالب هالباتل بالحلال، ما لقوا خصم زتولي دغري المهر. شوف هي إلك وللي رح يجي بعدك، هي التشابيه ماتت، ضخم كبير طقم برميل بس له عضل، لغة الضاد والقاف ولوش وعملت بهالسين جدل، ولأنهي لها الحرف، محمد بريق من نور الله واللي بيلفظها بغير هيك طريقة فعليا هو كفر. قوي. فأنتم بتجيبوا بانشات وهمية، بتعملوا منها بانشات قوية، يعني مثل كأنك عم تعترف إنه في لإسرائيل هوية. بانشات وهمية، إنه في لإسرائيل هوية، بانشات وهمية بتعملوا منها بانشات قوية، يعني بانشات وهمية بتعملوا منها بانشات قوية، مثل كأنك عم تعترف إنه في لإسرائيل هوية. لحظة.
مثل كانك عم تعترف في الاسرائيل الهويه. شوف الراب يختلف فعليا، فيك تختلف هون لق كمان. لك حكي مدهور تحكي شو فيك تختلف مني نظره. ليش انت ما وصلت لهون بالتركيز؟ الله حطك هون بالقدره. انا الزمن انتو فتره الاقدم مهما طال نضيفه لو حواليه مليان غبره. ايه مهما طال نضيفه لو حواليه مليان غبره. حلو. شوف وانا حاكي برجلي اني قتلت عابد فهد، فهون ما بتولد ضمن الخاصره. انا اعطيك ربحان ورقتين من جيلي ولك باصره، جيت لتفاوضني تفاجات اني محاصرك. حلاوة الباطل تطلع عظامك سليمة بس مكسور خاطرك. وهيدا رفيقك المصور خليه يحفظ لك هالمشهد وعده بعد ما عاد يناصرك. وكوني قائد حربي جايك بسلاح فردي اللي هو حبال صوتي، ففعليا بالباطل انا اسرك. حكيتوا اني بعرف كثير رتب بهالمجال، معك حق، لانه قالوا لي مع هالعسكر اخره. فقتلتك سريريا. اجيت هكرت لك دماغك امبارح، قرينك ما ساعدك تكتب ضدي، ما لاني قتلتك عقليا. رح يكون اسم سليمان الك ولغيرك هاجس فكريا. كل ما تسمع انه في باتل تجي لتقوم نومك مغناطيسيا، تجي لتقوم تجي لتحكي كون قاتلك ذهنيا. اوكي نايس. راب 2 عسكر. راوند 2 العسكر. بدي اقول لك شيء، انت بالفن غريب، طلع من هالابواب كاشفينك انه محب وفي قلبك سلام ومأدنة وكنايس، كل هدول موجودين حبيب، شوف لي ما في مينا. حاجة تستعطف الجمهور، هي القصص مالينا ما تفيدك، باين جاي تشد انتباه كف عبوزك لا تعيدها، انه عامل فيها حمامة السلام وجاي يحل لنا القضايا حبيب، قضايانا محتاجة افعال، لا تحكي كلام يواسينا. شو خطر؟ حلو. شو خطر لك تكتب بنش بسوالف الختيار، هل كان مش هالشينا؟ والمشكلة انه الختيار ما كان عنده سوالف، يعني البنش ما صار. سليمان مشان الله لا تراب، ما جايين نشحد لايكات، يو لايكات، وقفوا لنا على التصوير يا شباب، او لا بس ضبطوا له لقطاته بالمونتاج وطالعوه بمشهد عظيم نمحوا له كل شيء كرنج حكى. شو بك صافن؟ حرك تمك، اعمل حركات عندك خلفية عن الموضوع، كنت على التيك توك شغال فيديوهات ولايفات ولا لا؟ اوف الاخطر بير قال لي لازم يشتغل على الريباتل. بتشكرك من كل قلبي على النصيحة، بس تعال اسمع اللاينات. على شو بدي رد انا؟ كبير هزله براسي او بار عادي، ليش تضيع كثير؟ ليش تضيع وقت كثير وانكش افكاري؟ شو ما بحكي راح جاري، سمع انه العسكر ضده بالنهائي، راح شاري كتاب هاو تو راب. عادي هي بتصير هي تحمس كثير، ما نسي كون ببالكم، ما نسي هون تحمس كثير، ف بده يطلع بس البارات، بده يطلع البنشات، قام ازدحمت الامور فلازم يشل شوي. سمع انه ضده عسكر بالنهائي، راح شاري كتاب هاو تو راب وكل شيء تعلمه من الكتاب، اجى ناسي مثل كانه ضرب فص باخر ركعه وروح كل شيء عم يعيد نفس اللي قاله قدام الختيار. هاد عاد ماضي، غاب عاد خالي، صوب ضرب خاف دون انجاز، عاد ماضي، ادائك صفر، والجمهور عنك غير راضي، حتى اذا بدك اسال الشباب ما شهد اصحابي. يا جماعه ما كنتم منتظرين اداء اقوى من سليمان؟ بس يلا هذا مستواك، شو بدنا نساوي؟ اوعى تكون هالمره كمان مالك محضر منيح، هو مالك محضر انت يعني عم تخربط. اوعى تكون هالمره كمان مالك محضر منيح. اوعى تكون هالمره كمان مالك محضر منيح، لانه هيك بتبطل عقبات الشريك، بتصير مثل كانك ماسك ورقه خطاب ونازل. قال له مالك محضر لانك عم تخربط. عمل له هلا انت خربطت. هو عمليا ما خربط، هو عمليا صار تسرع افكار عنده، ما تخربط. على البشر الطين مثل اغلب المسؤولين بهالبلد، بيقتلوا حالهم لحتى ياخذوا كرسي، واخر شيء ما بيعملوا شيء، بيوعدوك ب1000 شغله بس بالنهايه كذابين. قدم استقالتك وخليك سميع، لانه مستواك عادي جدا جدا وضيع، وانا مستواي مرتبط بوزني، فسميه الرفيع، حاجه تخرف وتهذي بهالمعاني، كل ما عم تحاول توصل لنا الفكره عم تضيع، ولا تصدق حالك كثير. هي الكاميرا الخفيه بيسألك الأخطر بتسمح لنا نزيل؟ حلو. هلا الراوند الثاني صراحة، الراوند الثاني بيروح للعسكر. العسكر كان أقوى وأمتن، وباراته كانت هون إنه البانشات تبعيته كانت معاني قوية. سليمان بلش بقوة، ولكن بنهاية الراوند تبعه بلش قوي وبعدين انخفض شوي، بس العسكر شد صراحة. قال له إنه شكلك عم تخربط، قال له سليمان هلأ أنت خربطت. هو ما خربط بهذا الراوند، الخربطة هون بمعنى النسيان، إنه نسي شو بده يحكي. بالراوند الأول نسي، بالراوند الثاني ما نسي، تسرعت أفكاره، صار معه تسرع شوي. بس سليمان بالراوند الثاني نسي، لقلق، اضطر إنه يعيد حتى البار يعني.
ولكن هذا تقييم اداء لايف، عرفتوا كيف؟ هذا هننزل الشباب على ارض الواقع، ما بدنا نقعد نتفزلك عليهم كمان. يعني الشباب على ارض الواقع ضغط وناس حواليك وعالم عم تصور والى اخره. في ناس اخي مو متعوده على هالسوالف هي. بنفس الوقت الادرينالين على 1000 بيكون. ولكن راوند الاول سليمان، راوند ثاني عسكر. فاينل راوند بالفاينل راوند. سليمان طبيعي الناس تجي لهون وتحضر وتعيش برودة. شو كنت متوقع لما تقول انك جاي ومحاوط البدر يخافوا؟ لا سو اخوي، انا المدينه وضامنين وجودي، بيجيك بقصف عشوائي ما بينفد ولا جندي الا اذا رسم له اعجوبه. ما فيك تهكر عقلي قد ما عملت بهالمنظومه. جيت باتلك ليصير عندك انجاز بحياتك المظلومه، لك ترجع على بيتك شايل شيء بايدك على القليل كم معلومه. ظبط الاضاءه. جنتل وحليوه وكل الصبايا فيك مخرومه الا المسلم. هي فيك مكلومه. يا شباب لا تحكوا حوالين الكاميرا يا شباب. جنتل وحليوه وكل الصبايا فيك مخرومه الا المسلم. هي فيك مكلومه. وعلى فكره فيك تقاضيني بعد هالباتل، تاخذ الفيديو تروح لعند القضاة تقول لهم هي اكبر دليل انه عزريتي مسلوبه. حلو. انا المشهد، انا الصوره اللي عم تحاول تكون كامله للمشهد بينما انتم رموز. خليك سطحي، انا عميق ما بيلاقيني غير اللي عم بدور على كنوز. كلامك ما في قوه، عم بتواجه قوه بقوه النفوذ. شوف خذ وقتك. هون بهي الحالة يا معلم انحسبت عليك وانحسبت عليك، خذ وقتك أحسن ما تخربط مرة تانية. انحسبت عليك وانحسبت عليك، خلص خذ وقتك. شوف، النصيحة بدك الأيام كانت تنعطى عن جمل، أنا هلا قد مع الروح سلعة، يا مناس باعت عينها لتشوف الواقع بالثانية وبالحالتين خسرانة، يا الأمل كانت راسمته يا أما نظرها، أنت رابك ناشف فض ونبراتي تهدى للناس تقوي حناجرها، فيروس المفروض هون الناس تلزم منازلها، عم بتدور على مدينة الراب ولك قدامك أقوى معالمها وعسيرة، صارت الساعة 6 شو الكتيبة اللي بتسأل عن عناصرها. حلو. انت بدائك فريد بس للاطرش، هون بيفوز المعقد والمثقف. انت بدائك فريد بس للاطرش، هون بيفوز المعقد والمثقف مو المنيك والاشلش. تعلموا مني لان بكره بس موت حرام القبور تنبش. شوف هالمجال يا بيطلعك يا بينزلك اسانسير باي لحظه الصيني بيقطع الكهرباء، بتعلق بين طابقين، هون يا بدك تكون منيك يا ملعب، وانت مصايب بالحالتين. دير بالك، في ناس ياما ناس غيرك اخذت طمع، وناس ماتت من وراء الجشع، فهاد ثقب اسود كبير لما بتوقع هي مقصوده، ما أنا لعبه قدر. بتوجع ردودي؟ يا شباب انا جايب عسكر من النت، فكانوا سريتين غلت الباقات حملته باوطى جوله. لا انت فكرت حالك حفظني لما كنا بالجوله الاولى فرحت تسال تلاميذ، كان احسن لك لو دارس ضدي تعاويذ ولك انا البوزه، ولا خفف عقلك يعني المستنير، هي عن طريقك بتشكك خصمك بثقافته للجمهور طريقه التحضير. نايس. انا كالقيس بالدهاء ولك حاتمي بالعطاء، لو انك انسحبت كان اهون لك ما تتعامل هون كالعبيد. ما فيك تفوت كهف افكاري، بابا ووسيط. يعني اترك هالشغله، اعطي القوسه باريها، بزعل على حالي وين بكب مواهبي وغيري شاريها، ولك هاد نهائي فكلامي مفصل. كلامي كاسيك بالمفصل، اترك هالمصلحه، لك عيش بمعزل حكيني بعطيك منهل، هون ما عندي لك مكان رسمت لك مخرج شطبت لك على كلمه مدخل. شطبت لك على كلمه مدخل. هاد نهائي، هذا الباتل الاول بسوريا، فجيت لفرج الناس شو مخبايه دمشق بالاخص، رابر قديم وقوي العص، مبارز بافكاره ومو من غيره يلص، بعد هالباتل رح صير ورقه رابحه بايد الرابر يخبوني كالقص، ولا المفلسف اللي عم يحكي اني مفلسف روح تثقف يا منيك لانه ما في اسهل من سب الكس. حلو. نايس. فاينل راوند عسكر. عشت لقيته قوي يا شريك، اسلوبك عن جد عجبني وهيك، بس ما عرفان شو جاي تساوي، انت مو هون مكانك، لاقي حدا على دار العجزه يوديك، هذا مو اجتماع لجماعه الراب المسنين، هي حفله تخريج للدم الجديد ونحن فيك مو معترفين، فاللي شو جابك استحي عمرك 31، يعني المفروض يكون 31 عادي برو. 31 صار كبير عادي برو، 31 بأول عمره الزلمة. لا يا الله. مكانك هلا رابر مرتضي فيك، انا عم باتله وانت عم تتفرج. طبعا انا خلص انا عمري 18 مع الحاضرين،
يعني لازم يكون لك تاريخ ما دام انت كثير قديم. ما قصدي استحي بعمرك لانه العمر ما بيعيد. 15 سنه عم تغني وما عندك انجاز ينحكى فيه. 15 سنه عم تغني وما عندك انجاز ينحكى فيه. لما كنت تغني راب كان عمري 7 سنين انا وما بفهم بالراب شيء. الله يقدر. ابن امبارح انا وعم علم عليك وعلم فيك يا ابن سنين، يا من قدماء الرابرز، يا عريق، ياسمين. لا تفهم غلط، انا عم نادي ياسمين مشان تجي تبادله. انا عم نادي ياسمين مشان تجي تبادله. صدقوني رغم الجثه والعرض والطول هي 3-0 بتاخذه. لا تستهينوا بياسمين يا جماعه، احسن من نص رابرز الصين الفالصو. على الاقل هي ما بتنافق وما بتبيع وما بتكذب لك ولا حتى بتاكله. ما بصد حدا منكم محشومين، بس بيعرف حاله اللي قصده لانه الكلام لابسه. حاصله سلم علي وبارك لي سليمان. هذا المكان من هون رايح انا قاده، انتم كلكم ركاب بهالقطار وانا السايق، انا قايده. واخر محطه نزلوا ويف والختيار، وهي المحطه دورك. انا الايدول، انت الجولد وانا الدايموند. يو ار داينا والقمه الي يا سليمان. انا الهاي هون، انا الايكون. عم تلعب عداد عمرك فاهم، بدايتي مع اللي قبلك كانت نهايته. مسلخ ويف هاي كثير. وين منت؟ بدايتي مع اللي قبلك كانت نهايته. هذا علاء تبع بدي الردات، أسألك أنا. علاء تبع ردات الفعل هاد كأنه. مين اللي بعتك بس تمثل العاصمة؟ انه بلاها البهورة مو لازمة، ما بعتنا حدا يمثلنا حبيب. ضب حالك ورجع قبل ما تتبهدل. عيب، في ناس كثير واقفة وسامعة وشايفة. ابرد جاهز بس محتار شو اكتب على الشاهدة. الفاتحة على روحه يا شباب. توفى قبل الجولة الثالثة، ما محتاج ل3 جولات. الاولى تكفي وثابتة. انا الاجدر هون يا مان، مثل ميسي بكل لعبة حاسمة. حسبتها خاسرة ومو عادلة. كيف حاطين لي من دوري المحترفين يلعب ضد من الدرجة الثانية بس ثانية. كل بنج الدرجة الثالثة كان لازم تسلخ. جايبك كتاف. انا محمد علي كلاي وخود هي ضربه قاضيه. شغلتك فاضيه، لايناتك عوجه ومايله. انت كشخص اسطوره، يعني اسطوره كاذبه، مثل من الامثال الفاسده. رابك بلاستيك. كنت يوتيوبر من قبل لا تكذب. معناها اكيد مثلك الاعلى ناجي البومباستيك. بالمناسبه يا جبل، يعني كل مساواك بتضل احسن من الختيار. عندك تعبيرات وازنه وكلمات نوعا ما هادفه، بس لا تفكر تربح بالعاطفه. عندنا قلوب ناشفه وهي فاصله. شوف طلع عليهم للشباب، مين ما بدك تجيب. استعين باي حدا، مين ما بدك تجيب. صعب على السابه تطلع على جبال وانا راكب تجيب. خلص انتهى الفيلم. مشكوره جهودك، يعني كنت مؤثر كثير. حاولت ابكي بس ما عرفت. ممكن تعلمني كيف؟ نايس. طيب نايس. حلو الشباب، حلو الشباب. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا. بدنا منكم طلب صغير. خلوا عينكم عالرين. اعلى. خلوا عينكم عالرين. شكرا حبيبي. سافر يا شباب. حلو الله يعطيكم العافية. حلو يا شباب، حلو. الله يعطيكم العافية والله. باتل قوية صراحة، باتل قوية. الراوند الثالث يا حبايب، الراوند الثالث صعب كتير تقييمه، لانه يعني اذا بدنا نحكي كقوة بارات، الاثنين كان عندهم بارات قوية. اذا بدنا نحكي يعني من ناحية البارات، فما فيك انت انك تفرق كتير، يعني بمستوى بسيط جدا. اذا بدك تحكي من ناحيه انه سليمان خربط او نسي بالراوند الثالث، اوكي، بس بنفس الوقت العسكر حكى unrealistic بارز، يعني بارات ما لا تمت للواقع بصله. مثلا لما قال لك انه ما كفى للجوله الثالثه وهو كان ناهي جولته الثالثه، فاتوقع انه هو كان محضر انه هو اللي يبلش اول، ما بعرف يعني. فكمان لما بدك تشمط بار، لما بدك تضرب بنش، يعني بدك تضرب بنش شوي يكون واقعي. اوكي، فيك احيانا تستخدم التشابيه والخيال والى اخره. لما بدك تحكي على شخص بشكل مباشر لازم تحكي عليه بشيء واقعي، عرفت كيف؟ فانه هاي الامور كمان بتقاس. انا ما بعرف الشباب تبع التحكيم اكيد عندهم خبرة كبيرة اللي يقيموا هذا الامر. كانت النتيجة تعادل، لهيك رح يرجعوا يعيدوا الباتل هلا من جديد. ولكن انا اتفق معهم انه ما صعب كثير انك تحدد الفايز، لانه اثنين كانوا بنفس المستوى خلينا نحكي. فصعب كثير رح تظلم حدا اكيد، يعني لانه بالراوند الاول كان شيء، بالراوند الثاني صار شيء ثاني، بالراوند الثالث شيء ثالث والى اخره. يعني كانت المستويات هيك بالنسبه للاثنين يعني. ولكن بشكل عام
كباتل كتير اقوياء. مستني الريماتش صراحة لحتى نشوف شو الترتيب، شو محضرين الشباب. اكيد تعودوا على الجو، هلا رح ياخذوا راحتهم اكثر. اتوقع انه بالريماتش رح يكون العدد اكبر، الحضور اكبر، لانه الدعوة مفتوحة على حسب ما فهمت. فممكن انه يزيد الحماس اكثر، ممكن انه يتوتر الشخص اكثر كمان، ممكن يعني ممكن زيادة الاعداد تلعب دور ايجابي او سلبي بالنسبة لاحد الاطراف يعني. ولكن بشكل عام قوي، الاثنين اقوياء صراحة. كل مرة بسمع بقول انه في رابرز موجودين بقلب البلد اقوياء جدا، وحرام ما يكون مسلط الضوء عليهم. هي الفرصة لحتى نسلط الضوء على الناس الموهوبة اللي موجودة عنا، يلي ممكن انه تكون احد اسباب انه يرتفع السين، يكبر السين، يصير يتنوع الالوان اللي موجودة بالسين. لانه اليوم لون السين السوري تقريبا واحد، تقريبا خلينا نحكي عشان ما حدا يجي يقول لي لا، تقريبا واحد. فممكن يطلع لك ناس. هلا مثلا انا ليش دائما بحكي انه هوس متميز، هوس متفرد، هوس كذا؟ لانه اللون اللي بيعمله هوس انا ما شفت حدا بيسينا بيعمله. ممكن يكون في حدا بس انا ما بعرفه بسبب هذا الامر، انه الضوء ما مسلط عليه. عرفت كيف؟ فدعمكم لذا رينج باتل يا حبايب، وللباتل راب اللي عم يصير عنا بسوريا كتير مهم، لحتى نكتشف المواهب، لحتى ندعمهم، لحتى تطلع الناس على هالساحة والى اخره. كان التصوير والصوت كان افضل من الفيديوهات الماضية تبعيتهم قولا واحدا. شفنا التطور، فما راح نحكي شيء بما انهم هن مستمرين على التطور يعني. فما راح تقعد تنقد انت لما تشوف حدا عم يطور شيء من الصفر، فما فيك انه تيجي تنقده مثل كأنه عم تتفزلك عليه يعني. ولكن ممتاز، كتير حبيت، كتير اعجبني صراحة، والشباب كتير اقوياء. رح اترك رابط الفيديو هنيك، روحوا دعموه، لا تقصروا يا حبايب. كان معكم طارق، بنشوفكم بفيديوهات جاي. سلام.